اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا العزيز لو تسمح لنا ناخذ كم سؤال إن شاء الله من الأخوة في غرفة الغدير ونرجع للأسئلة اللي بداخل الموقف. هذا تفضل. نعم. سؤال من الأخ مولاي علي يقول فيها: الله يعطيك العافية مولاي الشيخ، سؤالي: ما هي المشكلة الأساسية لمذاهب السنة لمعرفة الحقائق كما عرفتها؟ أرجو الإجابة بصراحة، بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وآله. المشكلة لأهل السنة ليست هي المذاهب ذاتها، مشكلة ملخصة في أمرين اثنين، انتبهوا. حصيلة اجتهاد 50 سنة أحدثكم به، حيتين اثنين: العقبة الكبرى عند أهل السنة، السد المانع عن معرفتهم لآل البيت وعن اتباعهم. أولها أول العقبات عائشة، دفنت أبوها وعمر غصبا وزورا وبهتانا وسرقة في بيت رسول الله. عاوز أعرف الاثنين دول نايمين في بيت النبي عشان إيه؟ بأي سبيل وبأي دليل؟ الإمام الحسين صلوات الله عليه يأتي بأخيه الحسن عشان يدفنوا بجوار جده، تمنعه عائشة، وليتها منعته بس، ده منعته. وركبت البغلة وطاحت: إن هذا عاوزين يغتصبوا مني بيتي. قالوا لها: تجملت تبغلت ولو عشت تفيلت. ويا ريت اقتصرت على ذلك. ضربت جنازة الإمام الحسن بالسهام، هل تعرفون ذلك؟ جنازة الإمام الحسن ضربتها بالسهام، وقالت: لا تدخلوا في بيتي من أكرهه. لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك يا عائشة، لعنة الله عليك بعدد أنفاس الخلائق. تكرهين ابن رسول الله سبط النبوة وسيد شباب أهل الجنة، قرة عين المصطفى، تكرهينه؟ لا ردك الله. وماذا ينفعه حبك؟ حبك لا ينفع بشيء. هذه أول عقبة. خطت عقبة كبيرة جدا، دفنت أبو بكر وعمر. بقى يا بنت الكلب، أبو بكر وعمر يناموا في بيت النبي، والحسن ابن الزهراء يطرد. الله أكبر، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله. فلغاية النهاردة عملت عقدة مش حد عارف يحلها أبدا. يا ناس دول ظلمة. يقول لك ازاي؟ ده نايمين في ريح النبي وربنا هينوم في ريح حبيبه. ناس أشرار. شوفوا العقدة اللي عملتها بنت الكلب. شوف، لا شوفوا قد ايه. ادي اول دمار حصل. يا ناس انتبهوا. يقول لك لا يا عم، لا، ده المؤمن بيقبر في التربة التي خلق منها، هم مخلوقين مع النبي من طينة واحدة عشان ناموا في قبر واحد. شوفوا الجناية اللي عملتها الملعونة. ادي اول حاجز عند اهل السنة. عشان كده قول ما شئت. عارف انت لو شتمت حضرة النبي والعياذ بالله، اهل السنة ممكن يغفروا لك. يقول لك معلش استغفر وتوب وخلاص. عارف لو شتمت ربنا، عندنا ناس بتسب الدين، بيسبوا الدين لربنا، يقول لهم معلش بس استغفر. لكن تقدر تشتم ابو بكر وعمر يقول لك كفرت. يا دي المصيبة. يعني ليس لله عندهم مقام وليس لرسول الله مقام لأبو بكر وعمر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ادي أول عقبة بقى عملتها عائشة. احنا بالمصري عندنا يقول: لبست الأمة خزوق. هو الخزوق ده. هي بنت كلب، بنت كلب.
قرأت أفكار الأمة، عارفة أمة هبلة، أمة هبلة عقلها طايش، فقرأت أفكارهم كويس وعملت. طب ليه بقى أنا عشان أتجوز واحدة أبوها يجي يدفن في بيتي؟ ليه؟ خبر أسود، إيه اللي بيحصل؟ ده لما بنته تموت أبعتها له هو يدفنها مضامه وعاوز، لكن هو يجي يدفن في بيتي؟ ادي اول كارثة حلت على الامة، هي دي بقى الكارثة الكبرى، ان الملعونة دفنت ابو بكر وعمر بجوار النبي، فصارت ما هم لهمش اي فضل ولا لهم اي قيمة، كل اللي حصل مدفونين بجوار النبي.